اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم رحاب صبري من قناه سيرفيس فود. تعالوا بقى كده نعمل شويه كده منين بالعجوه للولاد هيفرحوا بيهم جدا، ونعمل كمان حاجه تانية معاهم. تعالوا نشوف بس هنعمل ايه. عندي هنا دلوقتي حوالي 2 كيلو من الدقيق. انا هقول لك مقادير كيلو لكل حاجه، تمام؟ وهكتبها لك في صندوق الوصف. كيلو دي بياخد حوالي نقول 3 معالق من السكر اهو قدامك، وعندي نص معلقه من الملح. خلاص انا حاطه 2 كيلو بضاعف الكميه. وعندي بقى كيس بيكنج باودر، تمام. وعندي بقى الخميره برضو للكيلو هتاخد معلقه، انما انا عشان حاطه 2 كيلو فهتاخد ايه، معلقتين كبار من الخميره. وانا متاكده من اختبارها فتمام معايا زي الفل. مش متاكده هبدا اعمل لها اختبار الخميره، وهبدا بقى اقلب الكلام ده كله كويس جدا مع بعض زي ما احنا ما شايفين كده، تمام. وايه بقى البطل بتاعنا؟ بصوا المقادير بسيطه اخر حاجه يعني. وهبدا بقى دلوقتي هقولك على التكه اللي هتفرق تماما معاها. ايه هي بقى؟ بصي يا ست الكل، بتجيبي عندك الحليب. اولا كيلو دي بياخد كوبايه واحده من الحليب وكوبايتين من الدهون. كوبايتين من الدهون دي بقى تحطي سمنه كوبايه وكوبايه، كوبايه سمنه كوبايه زيت، تحطي كوبايتين زيت تحطي كوبايتين سمنه. انا بعمل ميكس عشان اخد الطعم الحلو وفي نفس الوقت تطلع يعني طعمها حلو، وفي نفس الوقت تاخد القرمشه كمان. بعمل ايه بقى؟ بجيب عندي السمنه وبجيب عندي مع الزيت ومع الحليب، وبحط كل ده على النار يدفوا، مش اكتر من ان هما يدفوا. بصوا بتدي نتيجة هايلة، تمام. ولو عندك برضو معلقة خل حطيها. وهبدأ ان انا حطيت شوية كده، وهبدأ ان انا اقلب لحد ما ايه، ما تمتصوا. طب انا هحط قد ايه سوائل؟ بصي بقى، كل كيلو بياخد 3 كوبايات من السوائل. سواء بقى ال3 كوبايات دول هيبقى حليب بس مع الدهون، يعني كوباية حليب مع كوباية من الدهون مع عندي كوباية زيت. سواء انك هتحطي مية مكان الحليب. المهم ان كل كيلو بياخد قد ايه؟ بياخد معايا 3 كوبايات من السوائل. انا حاطه 2 كيلو، فطبعا ما شاء الله الكميه هتبقى اكتر. الله على ريحه السمنه البلدي بقى اللي انا عاملاها معاكم في القناه يا جماعه، روعه بجد، حرفيا بتفرق. هبدا طبعا اشيل بقى المعلقه وبايديا واشتغلي بقى وانجزي بقى كده. بصي ما بتاخدش وقت، هي احسن حاجه فيها ان هي ما بتاخدش وقت. يا دوبك بس العجينه تسيب البوله بتاعتي ويبقى كده معايا تمام زي الفل. هلم بقى العجينه بتاعتي ونشوف هنعمل ايه. اهم حاجه ما تنزليش الحليب او السوائل عامه مره واحده، شويه بشويه، عشان لو قلت لو زادت كل الدقيق بيختلف عن الدقيق اللي قبله. في ناس يعني في دقيق بياخد سوائل زياده وفي بياخد اقل. عشان كده اتحكمي بس اخر خالص 3 كوبايات، يعني ممكن اقلل الحب بس مش اكتر. خلاص كده معايا. يلا بقى الم العجينه وارجع لكم. وادي العجينه هي سابت البوله ما شاء الله زي الفل معايا. هبدا اعمل ايه؟ بصوا لسه اتبقى معايا شويه من الحليب على السمنه، عشان كده بقولك ما تحطهاش كلها. وايديا اهي خلاص تعتبر نطفت، عشان كده بقولك ايدك تنضف يبقى كده الدنيا تمام. احط بقى شويه رشه دقيق كده على الكوانتر بتاعي هنا، يكون طبعا نضيف خلاص ويكون ناشف تماما. واخد جزء من العجينه اقوم فرداها عليه بشكل كده مستطيل. هنشوف كده مع بعض. خلاص فردت العجينه على شويه من الدقيق اهو، وبالنشابه طبعا، تمام. وببدا ان انا اشيل الزيادات بحيث ان هي تاخد الشكل المستطيل اللي انتوا شايفينه ده، تمام كده. وببدا برضو اهي الزيادات اهي برضو اوريها لكم. ببدا طبعا يعني اشتغل بيها تاني. خلاص والعجينه بقيه العجينه يا جماعه لازم تتغطى، تمام. بجيب بقى عندي كده كيسين تلاجة وبحط ما بينهم الحشوه اللي انا عايزاها. هحشي ملبن، هحشي عجوه. عايزه بس اوريكم ان هي تبقى رقيقه قد ايه العجوه بتاعتنا. بصي تحس ان هي عامله زي الورقه، زي الورقه كده. رفعيها جدا ما بين كيسين تلاجة وابداي افردي فيها، وبعد كده هنحطها على العجينه بتاعتنا. حطيت بقى العجوه بتاعتي، ما تخافيش خالص بس، وبادهني قولي معايا بسم الله الرحمن الرحيم. الكيس قبل ما تحطي فيه ادهنيه برشه من الزيت كده عشان يسهل عليكي. بصوا بقى انا بلف لفتين 2 وبعد كده اقص. يعني انا ما نزلتش العجوه كلها، حابه تنزلها مره واحده اسهل، بس انا بقى بلف لفتين كده، تمام اهو قدامك. ولازم الحروف كويس جدا لفتين اهو. انا كده برمت مرتين، تمام. اتاكد بس ان الحروف داخله لجوه، قفلي عليها كويس. وبعد كده تقومي قاطعه، تمام. وتقومي جايبه بقى
من تحت كده، تضغطي برضو عليه عشان ما يفتحش منك وقت التسوية. واخدين بالكم؟ تمام. دي طريقة سهلة جدا بتسهل عليكي. اهم حاجة التقفيلة اللي من تحت. بص انا بعمل ايه، بص الجمال. تمام، من الجناب ومن ايه ومن تحت، ما تخافيش خالص، من الجناب ومن تحت. اهم حاجة بقى، يعني بصراحة الحاجات دي بقت غالية جدا وما شاء الله ما شاء الله، عايزة اقولك لا غنى عنها. دي بس فطار كده مع شوية شاي بحليب، حاجة كده روعة ونضيفة. تمام. عايزة تبططيها كده تديها تبطيطة مفيش مشكلة، هي لسه طبعا هتخمر. عايزة اقول لكم ان الحاجات دي ممكن تخمر بعد ما يعني احنا بنشكلها وبعدين بنخمرها مرة واحدة وخلاص. تمام. وهبدأ بقى كده بالسكينة ان انا اساوي. عايزاها بالجنب، عايزاها عندك زي ما هي مطولة كده براحتك خالص، طويلة قصيرة. بصوا بقى الجمال. تمام كده. دي بقى طبعا هرجع استخدمها تاني مش هرميها. بصوا اهم حاجة التقفيلة من تحت، بصوا عاملة ازاي، حاجة كده روعة وهمية. تمام. هبدأ بقى دلوقتي كمان لو انا حابة احط فيها سمسم هحط، مش حابة مفيش مشكلة. انا يا دوبك بس كده بالمية، مية عادية، هنزل القطعة في مية عادية واقوم حطها في السمسم بتاعي ده لو انت حابة، واحطها في صينية مش مدهونة اي حاجة عشان اسيبها تخمر بقى، تخمر كويس بقى خلاص ويتضاعف حجمها. تمام كده. يبقى كل اللي انا اعمله احطها بس بلة ميه او بلة حليب مع السمسم، وبعد كده هحطهم بقى في صواني ان هما بقى ايه يبداوا ان هما يخمروا، ونشوف بقى بعد الخمر. بصوا حجمهم عامل ازاي، نشوف بقى بعد الخمر هيبقوا عاملين ازاي. رايكم بقى، اللهم بارك يا رب، اللهم بارك. شايفين يا جماعه؟ بصوا الجمال، دي خمرت ودول لسه بيخمروا اهو. بص كميه، بس اللهم بارك. يعني مشروع مربح مربح مربح. انا هثبت بس الكاميرا عشان تشوفوا قد ايه حاجه بسيطه بالعجوه. ولقيت عندي برضو حته ملبن، عملت دول ماشي ملبن وحطيت فيه سوداني اهو روعه. هوريلكم بعد التسويه. ممكن كمان تحشيه بالسكر. يعني بصوا مشروع مربح مربح مربح، اللهم بارك يا رب. بصوا الكميه، انا عايزه حتى بس ايه اقرب لكم كمية ما شاء الله اللهم بارك. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة دي؟ تعالوا بقى ندخلها على درجة حرارة 200 اللي اختمر بس، درجة حرارة 200 تمام في الرف الأوسط، ونشوف بعد التسوية عامل ازاي. ما شاء الله اللهم بارك يا رب. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة دي؟ اللهم بارك يا رب، اللهم بارك. بصوا يا جماعة روعة، تسوية وشياكة. بصوا دي اللي انا قلت لكم عليها. قرب لكم بس كده واحدة، اللهم بارك يا رب عليها. ما تشيلهاش الا لما تبرد تماما. دي بقى مش بنغطيها. بص كده التسويه عامله ازاي، بص العجوه، ايه الجمال ده، قمر قمر. بص عامله ازاي، بص الحشوه نفسها. شايفين يا جماعه؟ بصوا الجمال بجد، انضف مليون مره من اللي بتجيبيها من بره. خلاص انا مدهنتش الصاج اي حاجه. دي اللي بالعجوه، وعندي دي اللي قلت لكم عليها اللي بالملبن اهي، باينه اهي، تحس ان هي خليه نحل روعه، قمر قمر بجد. وادي عندي برضو بالملبن، بس دي بقى رحت حطيت ايه، ثواني كده، رحت حطيت كمان سوداني فيها، ملبن وسوداني عشان نكمل الايه العمليه. ديناميت ديناميت يعني. عشان بصوا الولاد، بصوا بقى، بصوا السوداني مع الملبن. بصوا يا جماعه عامله ازاي، هايله هايله بجد، حاجه اللهم بارك، اللهم بارك يا رب، خطيره. ودي كمان اهي، بصوا يا جماعه التسويه عامله ازاي. ودي برضو كانت بالعجوه، بس الولاد بقى مش مستحملين، كل شويه ما شاء الله واحد يخطف. بصوا دي بقى يا جماعه، ما لقيتش عندك اي حاجه ولا تكلفي نفسك، عادي شويه سكر احشيها شويه سكر. انا بس مستنيها تبرد عشان ايه لو طلعتيها كده هتتكسر منك. طلعي بقى كده واحده وبشويه سكر ولفي عليها، وبرضو هتطلع معاكي زي الفل. بصوا تحسي ان هي عامله زي الباتيه، خطيره، مقرمشه من بره بصوا من جوه. دي كده شويه سكر فيها خلاص مفيش مشكله، ما تكلفيش نفسك يا ستي عجوه، يا ستي سكر، يا ستي اي حاجه، المهم ان انت تبسطي ولادك. وبجد نظافه وشياكه وحاجه كده قمر. انا حطيت بقى شويه بالعجوه كده وشويه بالعجوه من غير سمسم، وعندي بالسكر وعندي بالملبن وعندي بالملبن كمان اللي هو اللي فيه سوداني. يعني عملت كل صاج كده حاجه ما شاء الله اللهم بارك. شويه دقيق وميه يا جماعه، عملنا الكلام الحلو ده. اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقه. طبعا هحتفظ بيها ازاي يا رحاب، اكيد ما شاء الله يعني ده مش هيخلص على طول. نحتفظ بيها ان احنا بنحط عندنا تسيبيه يبرد خالص، وعارفين حله ألمونيا
عادي حلة تكون محكمة الغلقة كده، وتحطي فيها الكمية وتغطيها. بالكتير ما شاء الله يوم يومين وهتبص تلاقي كل ده خلص. تمام كده. اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقة، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. كانت معاكم رحاب صابر من قناة زابي السي فود، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.